حبايبي، شلونكم؟ ان شاء الله تكونون بخير وبصحة وسلامة. اليوم عجبني اسوي فطور، بس فطور بسيط وبنفس الوقت طيب، لان تجيني صديقتي فبس انا وياها اريد نفطر، فحبيت اسوي يعني هي اكلة يعني تعتبر بسيطة بس بنفس الوقت شوية غريبة، اللي هي راح اشوفكم مكوناتها واقول لكم من ايش تتكون. مواد كلش بسيطة، فيلا خلينا نشوف المواد. شايفين المواد؟ جبن موزاريلا، جبن قشقوان يعني عادي يفي بالغرض، بصل، معدنوس، لحمة مفرومة. تشوفون هاي الدجاجة صديقتنا في رمضان. وأي صلصة تقدرون تحطوها، يعني حتى تقدرون تحطون كاتشب، يعني مو إلا تحطون هاي. وطبعا دبس الرمان، والمكون الرئيسي اللي هو التورتيلا، خبز التورتيلا. فهسه على بركة الله خلينا نبلش وصفتنا. وأنا بصراحة ثرمت البصل وثرمت المعدنوس، يعني هيئت المواد، قلت حتى اختصارا للوقت الفيديو، ما أحب الفيديو يكون يعني فيديو طويل. هسه رح نبلش بخلط المواد. نبلش باللحم. معدنوس. طبعا قاعدة أنا وصديقتي، أنا دا أصور لكم وهي دا تصورني تصورني وأنا دا أشرح لكم. أوكي سوسو، أوكي صوري. هسه رح نحط دبس الرمان، يعني نحط مطيبات بس لا هواية دبس الرمان. تحبون تحطون كاتشب، هاي صلصة تستخدم للمعكرونة همينة، يعني عادي يصير نحط. هسه نبلش بالبهارات. أكيد بنقول بهارات يعني فلفل أسود. تحبين أنتي البهارات الحارة صح؟ صوتش طلع لي يا؟ طبعا. طبعا سبايسي، ليش لا؟ ايه. كاري، كركم، بهارات شاورما اذا تحبون. طبعا احنا رح نحط، شايفين فلفل احمر ناعم. هي طبعا مثلي صديقتي تحب الفلفل، تحب الشغلات الحاره. والله اليوم راح اسوي لك حار مو طبيعي. هاي المسالة وكركم وبهار شاورما، ايش يعني انتوا البهارات لا تتقيدون بيها، مجرد مطيبات. هسه هذول كلها نزيحن على سطحه ونبلش نخلط. احلى شي واحد الخلط بالايد. طبعا. تحسين بالمواد. طبعا احلى اشي. بتشمين انتي؟ بلشت الروائح. ريحة زاكية. انتي زاكية. اهم فقرة نسيناها هي الملح. دايما الملح بننسى مرات كافي. يعني. كافي. هسه رح نبلش اكلتنا الطيبة. هسه رح نبلش. طبعا هواية تصير اكلات بخبز التورتيلا. انا حاطة ورق زبدة، بس عادي اللي ما يحب لا يحط ورق زبدة، تحطون شوية زبدة بالقاع. هسه حطينا اول وحدة، رح نحط لحمة، وانتو الطبقات مثل ما تريدوها. هسه حطينا اول طبقة لحم، رح نحط خبزة التورتيلا، واللي يحب الجبن مثلي قد ما تقدرون حطوا جبن. تصدقون خلصت اكلتنا، يعني مو بس طبقتين، وهكذا طبقة جبن وطبقة لحم الى ان نكمل الطبقات. هسه رح نحط طبقة تورتيلا ونحط الحشو مالت اللحم. طبعا حسب انتو ذوقكم، تحبون تكثرون الصلصات ويا اللحم، تحبون مثل ما اني سويت، كيفكم، لكم مطلق الحرية. هاي سويتها تقريبا 4 طبقات، حتى الواحد من ياكل كأنه دا ياكل كيك. اليوم راح تذوقيها كلش طيبة. مبينة من شكلها. يس. هسه هاي
آخر طبقة هي الجبن العشب. هذا طبعا جبن أنا مسوية ميكس كشكوان وموزاريلا. هسه هاي صينيتنا راح نحطها بالفرن. طبعا هسه اكيد ويا هاي الاكله ما راح ناكلها وحدها، بس اشوفكم فطورنا حلو ظريف وابن عالم وناس. راح اسوي بطاطا فينجر. بس انتم دائما هاي البطاطا من تجيبوها وتبدون تقشروها لازم تغسلوها. هاي فد معلومه يعني اضافيه، صح سوسو تعرفين؟ انه لازم البطاطا نغسلها وبعدين يلا نقشرها، اذا بدأت تغسيل ينزل التراب يصير على البطاطا. شايفين؟ طبعا سوسو البارحه اجت يمي تقول والله يعني تعلمت من عندك كم معلومه حلوه. هاي معلومات يعني مجانيه. راح اقشرها واثرمها. فاني شو مسوي اختصارا للوقت، قشرتها وسويت هيك قطع ناعمه وحطيت لها مي، ويا المي بس خاشوقه او ملعقه خل ابيض. طبعا هسه هاي البوتيتا راح نذب المي من عندها ونشوف الخطوة الجاية. راح نرش شوية الطحين. طبعا الطحين يعني او نشا، بس انا احب الطحين. عادي نخلطهن. احنا خلينا هنا الزيت شوية يغلي الزيت وندير البطاطا. طبعا اكيد توطون الغاز، شايفين لما تديرون البطاطا. وهاي البطاطا اللي احنا نريدها مقرمشة، شايفين؟ اطيب من مالة ماكدونالد. وهسه خلصت الاكلة الطيبة مالتنا. يس. طبعا هذا فطورنا احنا الحمد لله والشكر. احنا نفطر حليب ويا مي زهر ويا عسل، وهاي عصير قمر الدين وتمر هند، وهذا بطاطا. هسه عليك التقطيع. ياي ايدك بدنا اياه. اهم شيء اريد نشوف الحبشكلات تبعها. لا ما شاء الله هي خلاص. ياي صحتين وهنا على قلبك.